اغلبنا متعود على ان البطاطا مسلوقة او مشوية، ما بيحاولش انه يعدل او يضيف بعض الاضافات ويشوف النتيجة. في الفيديو ده هنعمل بطاطا بشوية اضافات بسيطة هتاخدها لطعم تاني خالص. بس قبل ما ابتدي الوصفة، لو اول مرة تشوفوني انا اسماء حربي، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. مبدئيا كده هنكون محضرين او مجهزين عندنا بطاطا مسلوقة او مشوية. انا هنا شوية بطاطا حوالي 2 كيلو ونص كده من البطاطا، وهنحتاج لعسل نحل ومكسرات وحوالي معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي او الزبدة. اول حاجة هنبدأ ان احنا بشوكة كده هنبدأ ان احنا نهرس البطاطا بتاعتنا، وهضيف عليهم السمنة البلدي وهي سخنة. طبعا هنبدأ ان احنا نهرس فيها كده لغاية لما السمنة تختفي تماما وتسيح. لو البطاطا بتاعتنا باردة هنقدر ان احنا نسيح الزبدة او السمنة اللي هنضيفها وبعد كده نضيفها على البطاطا. بعد كده هضيف المكسرات، نقدر نستعمل اي نوع مكسرات عندنا، مش لازم نلتزم بالمكسرات اللي في الفيديو. انا كسرت المكسرات قطع صغيرة، وهبدأ ان انا اضيف حوالي معلقتين كده كبار من العسل. نقدر نستغنى برضو عن العسل حسب السكريات بتاعه البطاطا. انا البطاطا ما كانتش مسكره بكفايه، فعشان كده ضفت معلقتين من العسل. بصراحه بيديلها طعم حلو قوي. وهبدا ان انا امزج بقى كل المكونات دي مع بعض واتاكد ان كل حاجه بقت خليط واحد. بعد كده هنقدر ان احنا نضيفها بقى في كاسات او في صينيه حسب ما انتوا حابين تقدموها. نقدر بقى نقدمها على شكلها او نضيف عليها شويه كده من المكسرات او رشه من القرفه. وبس كده، شايفين بقى الجمال. انا هنا ضفت ورد بلدي من فوق وشويه كده من المكسرات، حاجات بسيطه. ما حبيتش ان انا اكتر لان هي ما شاء الله مليانه مكسرات. طعمها بجد رهيب جدا، جربوها وانا واثقه انها هتعجبكم. وصحه وهنا مقدما لكل اللي هيجربها. وباي باي.